تسفيه العلاقات السياسية للمغرب. لكن الآن اختلف الطرح، الآن بعد أن تبين لهم أن إسرائيل ربما تتجه في اتجاه دعم سيادة المغرب على صحراء بناء على اتفاق ثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، غيروا منهجيتهم وغيروا طرحهم وغيروا خطابهم، بل أنهم وكأنهم كانوا ينتظرون متى تخرج إسرائيل لتقول أنه تعترف بسيادة المغرب، مع العلم أن إسرائيل في تاريخها لم تدعم حركة انفصالية، إسرائيل لم تدعم البوليزاريو، فبالتالي هم كانوا فقط ينتظرون أن تخرج إسرائيل لتقول أنا أدعم المغرب، حتى يستغلوها ليدغدغوا بها كما تعرفون مشاعر الفلسطينيين، وسينجر معهم يعني حشد كبير من الفلسطينيين. لكن هم لا تهمهم القضية الفلسطينية، وإنما يريدون فقط الضرب في صورة المغرب من خلال استغلال القضية الفلسطينية والادعاء أنه احتلال يدعم احتلال، وهذه الخزعبلات من الكلام التافه الذي لا مجال له في العلاقات الدولية أو في العلاقات السياسية. لكن أنا ما يهمني الطرف الآخر، كل ما يقوله لا يهمني وقادرون على الرد عليه، لكن ما يهمني هو المغاربة. المغاربة لا أتفق أنا من وجهة نظري المتواضعة طبعا، وأؤكد على أنها متواضعة وقابلة للنقاش، لا أتفق مع المغاربة الذين يفتحون موضوع العلاقات المغربية الإسرائيلية أو اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على صحراء في هذه الظرفية الآن، وأن يتماشوا مع اللايفات المعادية للبلاد. المغرب سيظل في صحراء، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض. عندك شي واحد في الدار عشان تشفينا بشي حاجة ياسين؟ لا ياسر اصبر دقيقة. هذا مالك شوف انسان طيب وخويا، والله صدقني الا خويا نقولها لك انا. ولكن اش كيقول لك ولكن كيقول لك راك كتشفى فين؟ هو فينا هي الشفايه؟ فاش تشفينا؟ او معايا عليا قال لك لا بالك ما فهمتوش ولا لا؟ شنو فين كاين؟ عرفتش انا ما بعد خطرات والله الا كيوقف المخ قسما بالله. انت كتبغي تفتح نقاش عاي والله. السيد هضر على الصحراء، هضرنا على الصحراء، كنت انا غلط رانا غلط، كنتي انت على حق راك انت على حق، والدنيا راه ما غتساليش. يكون شويه هذه هي المنطق اللي كيغلب ما كتغلبش. ما هذيك خليوها شويه، ديروا معنا شويه ديال شباب اللي عنده حق يديه شويه الراحه صافي. اللي عنده حق كيديه وصافي سالينا. واش غنتوارثوا؟ شوف الامريكان، قلت لك انا عايش في امريكان، دايرين استراتيجيه ديال احفادهم. اش الاستراتيجيه ديالاش؟ مدارس، عندنا مستشفيات ديال المستقبل. حنا هنا في امريكان مستشفيات كاينه نموذجيه ديال المستقبل، كتدخل كيبان لك كلشي فيها غير عادي. الكرسي المتحرك في واحد الشكل، الدروج في واحد الشكل، السنسور في واحد الشكل، الطريقه باش كتاخذ البريسكريبشن في شكل، تقدر دير الفحص بلا ما تكون اون كونتاك مع الطبيب. هادشي كيقول لك هذا هو الفيوتش، هذا هو المستقبل ديال الاولاد ديالنا. حنا اشنو عندنا المستقبل؟ غنسبك ونعلم ولادي يسبوا، وتعلم ولادك يسبوا، والصحراء ما ديالكمش، والسبته ما ديالكمش، وحنايا الصحراء الشرقيه ديالنا، وانتم الحدود دخلتوا في 67 وحنا دخلنا في 75. هادشي اللي كنورثو. شكون اللي كيستافد؟ فرنسا، اسبانيا، بلجيكا كطحن في افريقيا من طقطق حتى السلام عليكم. امتى غادي نفيقوا ونعيقوا ونقدر نجلس انا وياك ونناقشوا اقتصاد شمال افريقيا الكبير؟ امتى غنوصلوا لهاد الدرجه هذه؟ مثلا نجلس انا وياك هنا وغنناقشوا كيفاش نسيطروا على شمال افريقيا انا وياك. انت جزائري كتملك ثروات وعندك الفلوس وعندك البترول وعندك الغاز وعندك المساحه وعندك البشر، وانا المغربي عندي شاد لك الكورنر كامل، ضارب لك البحر من هنا وضارب لك البحر من هنا، وعاطيك امتداد الى افريقيا، وعندك موريتانيا وعندك تونس وعندك ليبيا. انا كنقول امتى غنجلسوا حنا كاجيال باش نناقشوا بحال هكا، وكيفاش غيكون عندنا الباور وغنسيطروا على فرنسا وغنسيطروا على ايطاليا وغنحبسوا الغاز على اسبانيا، واسبانيا غترد لينا هذيك سبتهم ليليا فرمشه عين، غتسد عينيك وتحلها تقول لك سالينا. ما كاين لا حرب لا والو. علاش؟ حيت اسبانيا ما غاديش تضوي، اسبانيا ما غاديش تاكل، ما غاديش تشرب، غيقتل بوها البرد. لان منين كتسخن اسبانيا؟ كتسخن من عندنا حنا. اسبانيا شكون اللي كيزودها بالغاز؟ الجزائر. شكون اللي كيزودها بالحوامض؟ المغرب. شكون اللي كيزودها بالفوسفات حتى باش تنافسنا؟ المغرب. ولكن باش نوصلوا لهذا النيفو ما خلاوناش.
خلاوك نتايا خاصك طيح بالمغربي والمغربي يطيح بيك وانت تضرب في المغربيه وزيد نقصروا العاقه ديالنا كلها على السلاح. حنا كنفتخروا بالاسلحه صاحبي، انت كتفتخر بالاسلحه الروسيه وانا كنفتخر بالاسلحه الامريكيه الاسرائيليه. وهنا كنقولوا مثال، اش كنقولوا المثال؟ كنقولوا مثال ديال التيران ضاربت ومشى فيها البرواق. ها التيران مضاربه والبرواق مشى فيها، هو على من كيشتفوا. ولكن امتى غادي يفيقوا هاد الشعوب هادو؟ علاش انا نعيش في امريكا؟ علاش؟ وعلاش انت تعيش في اسبانيا والاخر يعيش في فرنسا ويعيش علاش؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بلاتي اخي نعطي الله غير كلمه الحاكم، الله يرضي عليك، راه حيت خديت منه الكلمه، الله يرحم لك الوالدين. تفضل السي حكيم. تحياتي خويا ياسر، تحياتي للاخ ياسين من الجزائر الشقيقه، وتبقى شقيقه رغم هذا. بالنسبه للذريعه اللي كيستعملوا البوليساريو، هذا كان حكا عندنا حكم لايت 40، بمعنى كان نظام قبلي حكا 40 كيحكموا كل مره كتحكم قبيله. التساؤل المطروح ان اي دوله عندها جذور وتاريخ. فين هي هذه العمله؟ فين هما هاد الوثائق المثبته لهويه هذه الدوله، العلاقات الدوليه اللي كانت رابطه، الاتفاقات اللي كانت دايره مع الدول. هذا من جهه. من جهه اخرى المؤسسين ديال البوليساريو كلهم كانوا في الاتحاد الوطني لطلبه المغرب، وقراو في الجامعات المغربيه بما فيهم عبد العزيز المراكشي اللي باه كان في جيش التحرير من بن قرير، من منطقه بن قرير، وبقى كياخذ الراتب تاع التقاعد ديالو. اسمح لي حكيم، وي اسمح لي حكيم باش نهبط نسلم. السلام عليكم، شكرا على لا المساحه. هي باش تحية تاخذ، هي باش لا، لان انت تسالتي على الدوله الصحراويه، وهذا نتمنى انك تبقى باش تاخذ معلومات، وتاخذ هذه المعلومات وبحث فيها واش او لا كنخرطوا كما كتقولوا نتوما باللهجه الجزائريه المحترمه. قبائل الصحراء هي عباره عن قوم رحال، ولكن رغم ذلك تحركوا واستقروا في بعض مناطق المغرب، الى درجه ان هذه القبائل الصحراويه متواجده في ربوع المملكه باسمائها ومسمياتها وجدودها وجذورها، وكاينه حتى الوجده كاع جهه الشرق عندكم. القبائل الصحراويه اللي كتقول ما كتنتميش للمغرب. ثم المقاومه الشيخ هيبه ماء العينين كانت تحت لواء السلطه المغربيه، ومبايعه القبائل الصحراويه المغربيه للسلاطين المغرب بوثائق تاريخيه حقيقيه غير مزوره. بعض الامور كتضحك. حكا المغاربه باعوا سبتهم ليليا بشكليت، مع العلم ان سبتهم ليليا استعمرت 400 سنه قبل ظهور العجله. المغرب لا يطالب بسبتهم ليليا، هذا ما تعتقدون. خفايا الدبلوماسيه ما كتعرفوهاش نتوما ولا حنا؟ بدليل ان المغاربه السياره اللي عندها الماتريكول سبتهم ليليا لا تعشر ولا تجمرك في المغرب، بمعنى دائما المغرب متثبت بان سبتهم ليليا امتداد للتراب المغربي. المغرب عمره ما سمح في سبتهم ليليا. الحقيبه الدبلوماسيه اللي كتحملها الجزائر عندها موضوع واحد في جميع المحافل الدوليه، هو القضيه الصحراويه، مناصره الاستقلال، الشعوب هذا الشعوب كذا الشعوب كذا. حنا لدينا ما نوجعكم به، ولكن نحترموا جوارنا، كنحترموا جارنا، ما كنبغوش نجبدوا عليكم المواجع. غير دابا حاليا في الجزائر كاين العديد باش نوجعوكم ونديروا اللايف نحركوا الشعب الجزائري ضد. لا الله يعاونكم، هذاك الشأن الداخلي ديالكم حنا كنحترموه. دخل القرن ما بين القنوات المغربيه يستحيل ان تجد القنوات الرسميه المغربيه تسب او تلعن او كتهضر بكلام سوقي. على عكس هذا، انا ما بغيتش ندخل معك في هذه المواضيع احتراما للاخ ياسين اللي قال لك يبقى النقاش في حدود لا بقى، وانا كنهضر معك بلا بقى، والله ما تسمع مني سب او شتم. البارح كان الجيريان اللي كيهضر بصراحه قال لك ودي ما نقدرش نحل وجهي لان غادي يطاردوني ويشدوني، وهذا الا بديت حبي للمغرب. والمغاربه كيحبوكم وكيعتبروكم اشقاء وجيران، بيننا نسوبيه، بيننا دم. اساليب النظام ديالكم هي اللي كتزيد تجيد هذا العداء حده، مع العلم ان لدينا ما نتكامل به اقتصاديا. حنا عندنا اليد العامله تبارك الله مؤهله للفلاحه، نتوما عندكم الطاقه وانعم الله عليكم بثروات طبيعيه، الله يزيد ويبارك والله يكثر منا. كاين تكامل وانتم ما بغيتوش هذا التكامل. لا اله الا الله. حنا بغينا هذا المغرب العربي يكون وجهه جميله لافريقيا. حنا كنهضروا بمنطقه رابح. دابا الافارقه
هذا التكامل، هذا التكامل خويا اسمح لي حكيم، هذا التكامل. اخي الكريم، الالتفاف ديال الافارقه حول المغرب لثقتهم في هذا النظام السياسي اوجع فرنسا التي تؤلب، بلا ما نذكر معك في هذا لان كنحترمك كجزائري شقيق وجار، راه النظام ديالكم راه خدام لصالح فرنسا. راه عينا نبسطوا لكم الامور، راه شرح الوظائف من الفضائح، راه الصوره باينه، الصوره باينه، الصوره واضحه. المغرب الحمد لله دولة ذات سيادة مستقلة بقراراتها، تحترم نفسها، تحترم معاهداتها، تناقش بالندية. حنا ما كنلبسوش القبعات، ولا الملك ديالنا والحب ديالنا ليه، لأن هكا ربانا ورباونا ملوكنا على الاحترام، على المحبة، على القوة في الحديث والقوة في الحوار. سمعتي دابا لحد الآن في هذا اللايف كامل هذه مده ساعه واش سمعتي شي كلمه طايحه؟ على العكس من الاخوه ديالك، سير طلع على اي لايف جزائري غتلقى الكلام من السمطه لتحت وشي كلام واقع يندى له جديد. والله العظيم الا كرهتونا في مواقع لا خليني نتكلم، واخا نخليك تتكلم والله غير دقيقه برك دقيقه من نص دقيقه. مرحبا هاني ضيف عندك ومرحبا. مرحبا الف مرحبا على الراس والعين. الضيف حنا عندنا ما يتشرط ومول الدار ما يفرط كما تنقولوا بالدارجه. احسن موقع ياخذوا الضيف، احسن موقع وهو القلب. حنا نستقبلوا الضيف في قلوبنا قبل ان نستقبله في بيوتنا، نستقبله بتماره كتضربها المراه المغربيه الحره. هذا هما النساء المغربيات الاصيلات. فانتم كتكون عندنا الضيافه، فاش كيكون عندنا الضيف المراه ما كيشوفهاش، ولكن راه التماره اللي كديرها راه من 6 الصباح وهي فايقه باش يكون الزوج ديالها فرحان انها استقبلت ضيوفه بالكرامه والكرم والجود، تقاد الفراش، تقاد الاكل، تقاد هذا. راه ماشي كنتباهاو عليكم، هذه ثقافتنا، هذه حنا كبرنا فيها، ونستعروا من اي مغربي لم يستقبل ضيفه بشكل لائق، لان حنا المغاربه تربينا على المحبه. ولا اتباهى عليك ولا اتفخر عليك، ما كنقولكش المراه المغربيه الجزائريه لا، حتى المراه الجزائريه محترمه وعلى راسنا وعينينا، ولكن الام ديالي والاخت ديالي والزوجه ديالي والبنت ديالي انا اللي عارف الترابي ديالها، الترابي ديال العزه وديال الحب. هذا هو اللي بغيت نقول لك الاخ ياسين. وصدقني والله العظيم لمن ربى على كره الله ثم والله نظامنا لا يؤلبنا ضدكم، بدليل ان غتلقى كاينين شي بعض الواقعين اللي كيسبوا هذا لان من حقهم، لان تعرضوا للشتم والسب. راه كرهتونا في اننا ندخلوا لي ريزو سوسيو. والله العظيم انا كنحب الجزائري، ولكن هذا الحجم ديال العجمه ديال الذباب ديالكم راه ولا واحد السلاطه اللسان لا تقبل ولا تطاق، لا تقبل ولا تطاق. ولا غير كيف ولا غير شعور متبادل. لا والله خويا المغاربه متبادل حكيم. نعم خايب هكا ما نروحش ما نافونسيوش. تقول لي المغاربه من جبد شوف دير لي ابوني نبارطاجي لك لي لايف حتى انت كاين. انا ما قلتلكش ما كاينش، سواء من الجزائريين ولا من المغربيين. انا لا انفي وجود مغاربه. انا ولا غير شوف خليتك شوف حكيم، انا نعم خليتك تهضر وما انا ما قاطعتك. شوف كاين هضرات بزاف اللي فيهم نقاش كبير باش نقول لك انا انت وتقول لي انا انت وانا انت وانا انت. قلت لك حتى انت عندك واش تقول وانا حتى انا عندي